الاهلي يفوز بالسوبر. الاهلي النهارده عمل كل حاجه في الماتش. اداء شوط اول جامد جدا، شوط تاني رايق، وكان بيعملوا كل حاجه في الملعب. زيزو نجم المباراه بكل المقاييس، اسيستات، عمال يعد، يلعب فرق، يلعب مهاجم او يلعب جناح، او يلعب جناح يمين، جناح شمال، يلعب في قلب الملعب. كان المدرب الاهلي كان تروب مديله كل الصلاحيه، قال له اعمل اي حاجه في الملعب، انا واثق فيك. وده بيجي من الجلسه اللي قعد معاه سيد عبد الحفيظ قعد معاه قبل المباراه، في وليد صلاح الدين قعد على المباراه، ويستروب طلع في المؤتمر الصحفي قال لك زيزو قد اللعب قصاد ده مش هيأثر عليه، وان هو يلعب عادي مفيش اي مشكله. وزيزو فعلا اثبت النهارده ان هو ماتش، ان هو لاعب كبير جدا، وان هو ما بيتأثرش باي ضغوطات مهما كانت الضغوطات عامله ايه، مهما كانت الضغوطات. ففعلا واحده من اروع المباريات للاهلي. الزمالك كان بيوصل على الاستيعاب، بس برضو نرجع نقول الزمالك جات له كورتين الشوط الاول كان يخلصوا الماتش. الكره بتاعت عمرو ناصر لما هو خد قصاد الشناوي وطلع لك، لو ده لاي حد بره شكرا، بس هو تباطأ فيها بطء غير طبيعي. مفيش مهاجم بيعمل اللي انا شفته ده، اللي انا شفته ده مفيش مهاجم بيعمله. انت خلاص اهو خدت الكوره، لا تبصيها لا تحطها في الجول، لا راح جاي بعد ده كله لف، وراح جاي حطها في ايد الشناوي. بص يعني لو اخويا الصغير واقف هيجيبها. عمل تصرف غريب جدا، مش تصرف مهاجم خالص. والكرة التانية الجارية العنترية من شيكو بنزا اللي راح عدى 3 كده، محدش عارف يمسكه. انطلق زي الحصان، محدش عارف يمسكه، عمال يجري يعدي بالسرعة، يعدي. لو اداها كان في زاوية جابوا فيها بيعيدوا الكورة، لو طلعها بره يعني بصاها لبره جون، زي الكرة اللي مروان عطية دخلها بقى الجون التاني، زي الجون التاني بتاع الاهلي بالظبط تيبيكال. لو كان حطها بره ببطن رجليه خلاص الكرة دي كانت جون. بس ده كله سببه اخطاء فرديه من لعيبه الزمالك، هي دي ادت الزمالك ان هو ما قدرش يكسب. يعني الاهلي كسب عشان هو عمل ماتش جامد جدا، بس برضو الزمالك ساعده بان هو النهارده ما كانش في افضل حالاته، وخاصه الشوط الثاني اللي هو الزمالك هاجم عشان يعمل، بس للاسف دفاع الزمالك النهارده كان وحش، بالذات محمد اسماعيل كان وحش قوي. عواد النهارده ما جالوش غير كورتين هم دخلوا فيه جول اصلا، وكره بتاعت تريزيجيه حطها كره سهله اصلا اي حد عارف يشيلها. الزمالك النهارده ما كانش اقوى حاجه، خط الوسط بتاعه ما كانش اقوى حاجه. سيف جعفر ده انا مش عارف اصلا لعب اصلا اول ماتش ليه. الزمالك كان بيحاول بيلعب نفس طريقه بيراميدز، نفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها قصاد بيراميدز، قفل دفاع، اهم حاجه دافع كويس ما يخشش فيها جون. بس هو ده الفرق، ان بيراميدز ما عرفش يدخل جون، فالماتش قدر يوصل ضربات الجزاء وربنا كرمهم. بس الماتش ده بن شرقي زيزو، رفعيه زيزو العالميه، واستلامة بن شرقي الرايقه الهاديه الجميله الرسه اللي حطها، وعواد بيتفرج عليها مشهد سينمائي جامد جدا، بيتفرج عليها اكن واحد ايه ده، ازاي دخلت الكوره كده. والصراحه مش غلطته، غلطه محمد اسماعيل لان هو ما قدرش. دفاع الزمالك النهارده كان في اخطاء دفاعيه كبيره جدا وواضحه. فهو ده الفرق، ان الزهل عرف يسجل، بيراميدز في الماتش ما عرفش يسجل. فالاهلي لما سجل ظهرت بقى عيوب الزمالك، لما رجع يهاجم الزمالك قوته الهجوميه مش اقوى حاجه، الزمالك مش اقوى حاجه هجوميه، ولو كان بدا بسيف الجزيري كان هيفرق. سيف الجزيري اقوى بكتير من عمرو ناصر. عمرو ناصر مش عارف، انا مش مقتنع بيه الصراحه كمهاجم، لاعب بقاله كذا ماتش بيلعب بس مش مأدي، ما بيجيبش جوان، مش مأدي حاجه في الملعب. ما مش عارف، بحسه كده ان هو لعيب يعني ايه، مش مهاجم يعني ممكن زي جوديشار كده تحت شويه، مش مهاجم اللي هو زي سيف الجزيري كده بيخش يضغط واخد الكوره واعمل، لا ما فيش حاجه من الكلام ده كله. بشوف ان هو مهاجم. سيف الجزيري احسن منه، واحسن واحد يبدا دلوقتي ناصر ماهر، لعيب رايق، لعيب جامد جدا، من اقوى لعيبه الزمالك. شيكو بنزل النهارده كان فايق، كان بيعمل انتقاد كويسه بصراحه. بزيرا لو كان بدا اول الماتش كان فرق كتير قوي مع الزمالك، بس الزمالك ملوش نصيب. هو حتى كان بيلعب ان هو بيزك، ما كانش اقوى حاجه. واللعيب اللي انا شفته الوحيد بعد الماتش بيعيط، يعني مش عارف، بحس ان هو اتولد في 100 عقبه، حزين على الجماهير كلها اللي جت وزعلانه، حزين. والكره اللي دخلت جول من سيف الجزيري كره ما تحسبش جول، هي خبطت في ايديه، ده موضوع مفروغ منه، دي ولا اي حاجه بقى ولا فيها مش عارف ايه، خبطت في ايديه ودخلت الجول. فبالتالي ده جول ما يحتسبش فعلا. ده كان كل حاجه عن الماتش. يستروب ادار الماتش كويس جدا، كويس جدا. يستروب ادار الماتش كويس جدا، وبقى له فتره الاهلي ما بيخشش في جوان،
يعني اجوان قلت، مش بيخش فيه خالص، بس بيخش فيه عدد الاجوان قل. الاهلي كان كل ماتش بيخسر قصاد حرس يخش فيه جونين، قصاد مودرن يخش فيه جونين، قصاد بيراميدز يخش فيه جونين، بيخش بجوان كل ماتش. دلوقتي لا، بقى في ماتشات في ماتشات بيطلع بكلين شيت، في ماتشات بيطلع بيخش بس هدف واحد. فبالتالي الاهلي بقى بدأ يظبط الدنيا الناحيه الدفاعيه. الزمالك برغم كل الازمات اللي عنده، برغم كل حاجه، قدر ان هو يوصل للنقطه دي حاجه كويسه جدا. فريق انا شايف ان هو يقدر الزملكاويه يثقوا فيه ان هو ممكن يعمل حاجه في الدوري. بس لازم الزمالك يعالج كل المشاكل اللي جوه اللي بره ارض الملعب، من الناحيه الماليه، من ناحيه الاستقرار، من ناحيه ان هم يبقى يجوا مدير فني اجنبي بقى تقيل شويه عن يانيك فريرا اللي كان تعبان تحت السلم ده. فدي كلها حاجات لازم الزمالك ياخد باله منها. ماتش جامد جدا، ماتش جميل. لو الجون ده كان اتحسب تحسيب الجزيري كان اخر ربع ساعه كانت او 10 دقائق كانت هتبقى مختلفه جدا جدا جدا، وهيبقى الناس كلها على اعصابها، والزمالك كانت ليه شرس اكتر واكتر واكتر. فهارد لك للزمالك، والف والف مبروك للاهلي. طبعا ما تنساش طبعا تكتب لي نجم المباراه تحت. انا شايف ان زيزو كان النهارده كان نجم المباراه، فاكتب تحت في الكومنت شوف مين نجم المباراه، مين نجم المباراه، واسباب فوز الاهلي واسباب خساره الزمالك. طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس.